الدولة المدنية ضدها الدولة العسكرية قولا واحدا نهائيا. لا في مفاهيم متقاتله لا كتير، معلش، بس بغض النظر مع احترامي بتكلم التاريخ يا استاذ يوسف. هل عشان ما نطلعش من النقطه دي بعد اذن امتى مصر حكمت حكما دينيا؟ جميل. هذا وقت بتوقف على تعريفنا ليها ايه، بس انا بغض النظر لو في واحد قدامي عنده احساس معين، انا مش من حقي اقول له انت حاسس كده ليه؟ مش المفروض انك تحاسب كده، لا هو حاسس بكده، يبقى لازم اتعامل مع احساسه. اشرح اوضح. مفيش حاجه اسمها ينبغي انك تشعر بكده، هو عنده احساس انه خايف، يبقى اكيد في حاجه مش مظبوطه. بقول له ما هي معنى زي ما حضرتك قلت، ما هو معنى الدوله الدينيه؟ فين؟ شفناه في التاريخ المصري؟ ما شفناهوش. هل في برامج اي حزب قال مفردات تقول ان دي الدوله وبهذه المقاييس والمفردات تبقى دوله دينيه؟ ما حصلش. خلينا يعني عشان بس الكلام قيم جدا. اذا قضيه الوهم الاعلامي، ومع ذلك انا فخور جدا برضه بعد اذن حضرتك انا هاخدها من المضبطه، لان حضرتك وصلتها حكايه الوهم الاعلامي، معناها ان انا ما عنديش اي عفوا في اللفظ، ما عنديش احترام لمشاعر الناس. مره اخرى مشاعر الناس هي مشاعر الناس، اذا كانوا فعلا هذه هي مشاعرهم فتحترم اي ما كانت، منطقيه او غير منطقيه. هي فين الدوله الدينيه؟ انا معاييرها ايه؟ حد يقول لي، حضرتك قول لي. طمني معانا اكتر من سنه الناس ما اطمئنتش. جميل، يبقى انا اراعي الناس واخاطبهم بالطمأنينة. هذه الطمأنينة حدثت في قطاع كبير، جعلنا رقم 1 في الانتخابات الاولى، والحمد لله الفائزين في المرحله انا ليس استعلاء، هذه حقيقه. يعني بلاش وهم. معنى الدوله الدينيه ليس مسيطرا على جموع الشعب المصري. ممكن البعض يفهم انني اذهب الى هذا عند البعض، وواجبي ان اشرح. حضرتك بتتفق